نحن يعني بصراحة كمركز الفرات للدراسات يعني حاولنا نعمل أي عمل يكون من أجل تعزيز الكونفرنس اللي صار ب 26 الشهر الماضي. كل النشاطات اللي نحن يعني عملناها من خلال دراساتنا ومن خلال استطلاعات الرأي لمركز شعب لاستطلاعات الرأي ومركز الفرات للدراسات، حاولنا نعزز جميع بنود ما اتفق عليه المكونات السياسية الكردية في سوريا. تعزيز هذه المخرجات الكونفرنس أو المؤتمر هي لصالح الشعب السوري بشكل يعني شامل وليس للأكراد فقط. نحن سوريون، نحن نريد أن يحصل الشعب الكردي على حقوقه الدستورية والتي تنص عليها جميع الشرائع الدولية، فلذلك عملنا من أجل تعزيز وحدة الصف الكردي وتعزيز هذه المطالب الموجودة ومناقشتها مع المركز مع السوريين، وليس بالضرورة يكون ولكن مع جميع السوريين، لكي نعمل على رفع هواجس الخوف عند إخواننا وأبناء بلدنا وأشقائنا أبناء الوطن الواحد السوري. يعني الكرد هو يعني هن الأساس الاستقرار والسلام في سوريا. لذلك يعني عملنا وسوف نعمل أيضا إقامة بعض المنتديات والاجتماعات الموجودة من أجل ترسيخ مفهوم وتوحيد الرأي الكردي من أجل مناقشتها مع الشعب السوري بشكل عام. هذا هو في الحقيقة الأساس في الهدف الأساسي لمنتدانا اليوم، والأعمال التي سنقوم بها مستقبلا هي تعزيز وحدة الصف الكردي. برأيك ما هو دور المؤسسات المجتمع المدني في خلال هذه العملية؟ هي المجتمع المدني له دور أساسي في عملية ترسيخ مفهوم السلام والسلم الأهلي في سوريا. نحن بأمس الحاجة في سوريا الآن إلى رفع خطاب الكراهية، إبعاد خطاب الكراهية، توحيد الشعب الكردي والشعب مع الشعب السوري بشكل عام وجميع مكونات سوريا. لا توجد في سوريا أقليات وأكثريات، سوريا هناك شعب سوري كله أكثرية. يجب العمل على هذه النقاط بشكل أساسي، فلذلك كان الشيء الأساسي اللي قام فيه الأكراد هي توحيد صفهم من أجل توحيد المطالب، وهذا شيء أكيد يعني على منظمات المجتمع المدني وجميع المكونات السياسية الكردية والعربية العمل في هذا المجال من أجل ترسيخ مفهوم وحدة سوريا أرضا وشعبا وديمقراطية وتعددية لا مركزية.